استفتي قلبك. يعني ايه تستفتي قلبك؟ يعني اللي قلبك مرتاح له اعمله، مش شرط اللي في دماغك، مش شرط كل حاجة تبقى بالورقة والقلم، مش شرط كل حاجة تبقى انت حاسب لها ومخطط لها وعامل لها مليون حساب، لان ترتيبات ربنا بتبقى غير خالص، غير اللي انت بتبقى مرتب له. فليه انا مختارش الحاجة اللي تريحني والحاجة اللي انا احس نفسي مطمئنة فيها؟ حاجة كمان، آه، انت مثلا حسيت بحد قدامك قلبك مقبوض من ناحيته او انت مش مرتاح له، ابعد عنه فورا. اسمع كلام قلبك وصوتك الداخلي. اسمع دايما بيقولك ايه، صدقني القلب ما بيكذبش، صوتك الداخلي دايما ما بيكذبش. اسمع كلامه وما تتجاهلش الرسائل اللي بتجيلك، دي بتبقى اشارات من عند ربنا، مش مجرد قلب بيحس وخلاص. لا، الحاجة اللي انت حاسس نفسك قلبك مقبوض منها ابعد عنها، ما تدخلش فيها. الحاجة اللي حاسس نفسك مرتاحة فيها بس مش مترتب لها، يا عم سيبها على الله، ربنا بيرتبها من عنده. المهم يكون قلبك مطمئن. هو احنا كل يوم قلبنا بيطمئن يا جماعة؟ احنا كام مرة قلبنا بيطمئن مع ناس؟ قليل قوي. عود نفسك ان انت تمشي ورا صوت قلبك، ورا الرسائل اللي بتتبعت لك من عند ربنا وبتيجي في دماغك كده. ايوه دي بتبقى رسائل على فكرة، مش هلوسة ولا حاجة. انت لو مرنت نفسك وعودت نفسك ان انت تسمع كل حاجة قلبك بيستفتيك بيها وبيقولك لا ابعد عن الشخص ده، لا الشخص ده كويس بس انت توكل على الله وشد الرحل ليه، وهكذا. طيب في حاجة كمان يا جماعة، الناس اللي بتتكسف تدعي ربنا وبتقول انا بتكسف ادعي ربنا عشان الذنوب اللي انا ببقى عاملها. في حديث فيما معناه الرسول بيقول ايه، لو لم تذنبوا ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. انا هكتب لك نص الحديث على الشاشة عشان انا مش بعرف احفظ كويس وبتلخبط. تمام؟ فإن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. فهل انت يا ابن الحلال اشركت بربنا؟ حاشا لله، استغفر الله العظيم. فربنا بيغفر الذنوب وانت بتدعي له، ادعي له بعشم قوي قلبك كده. خش لربنا كده بقلب كده مفتوح كده، يا رب انا عارفه يا رب انك مش هتكسفني، اغفر لي واعفو عني، سهل لي طريقي، يسر لي امري، يا رب دلني على الطريق ده، على الشخص ده، على الناس دي، على المشوار ده، وهكذا. اسأل ربنا في كل حاجة، ما تتكسفش. وصدقني هتتفائل خير هيجيلك خير، هتتفائل شر البس. هي كده، هي كده، متجيش غير كده. ودايما عود نفسك وانت بتدعي، ادعي بصوت عالي، مش لازم الناس كلها تسمعك وكده، لا انا ادعي بصوت عالي، انت متيقن الاجابه وانت كلك امل في ربنا ان هو سمعك وهيغفر لك، عشان ربنا غفور رحيم واعظم من انه يعذبك. في معلومه بقى عايزه اقولها لك كده، ايه خفيفه، لما تيجي تقرا قران ايه اقرا بصوت عالي. ليه بقى؟ عشان الجن بيخاف من الاصوات العاليه بتاعه القران، فهو بيتاثر، فذبذبات صوتك بتطلع بطاقه قويه جدا من القران الكريم وبتخوف وبترعب الجن والقرين فيبعد عنك. خد بالك كمان آية الكرسي بتعمل ايه؟ بتعمل حواليك هالة كده زرقاء، مش بتخلي اي حد يقرب ليك ولا يقدر يأذيك، من الجن والانس كمان على فكرة، وما اكثر شياطين الانس واسفاه. فعايزة اقولك دايما حصن نفسك بآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله احد. تمام؟ خدها ورد وعلي صوتك وانت بتقرأ القرآن ده، واي قرآن عود نفسك انك تقرأه بصوت، عشان الذبذبات اللي بتطلع دي هي دي اللي بتأثر على الجن والشياطين، وهي دي اللي بتعمل الهالة حواليك وبتعمل تأثيرات حلوة جدا جدا. مش عايزة اوضح اكتر من كده عشان ما نتعمقش في حاجات ونلخبط الناس، بنتكلم ببدايات وحاجات بسيطة اهو. توكلوا على الله، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وبيستنى توبة عباده وبيفرح من توبة عبده لما بيجي يقول له يا رب سامحني، ربنا سبحانه وتعالى بيفرح. فبلاش تتخانوا مخكم وتقول انا بتكسف ادعي ربنا، لا، وبلاش برضو تتخانوا مخكم وامشوا ورا قلبكم. شوف قلبك بيقول لك ايه حتى في الذكر. لو قلبك يا ابن الحلال جالك في مرة وقال لك اذكر آية كذا، اذكر تسبيح كذا، على فكرة دي مش صدفة، دي حاجة أكيدة جواك هي اللي بتقولك كده. خد بالك، يمكن يكون معاك رفقة صالحة من عند ربنا سبحانه وتعالى بترشدك لحاجة كويسة، ما تتجاهلهاش. أبوس إيدك، امشي ورا قلبك. الله أكبر، الله أعظم، الأذان بيأذن. فامشي ورا إحساسك،
كل ما حاجة تقول لك جواك اذكر الذكر ده، او تبص تلاقي نفسك كده بتردد ذكر لوحدك، او بتقول آية قرآنية معينة، سبحان الله، دي كلها رسائل جايه لك من عند ربنا. خد بالك، ما تسيبهاش وتتجاهلها، اعتبرها ورد بتاعك بقى، بقرأ منها كل يوم كده، هتنفعك قوي على فكرة. تمام. مش عايزه اطول عليكم، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من شويه صغنطاطين النونو دول، واشوفكم في حاجه جديده ان شاء الله. عايزه اقول لكم صحيح، عشان ما تقولوش انتي بتصوري كده ليه زي الحراميه من تحت الدركسيون بتاع العربيه، عشان في ناس ماشيه مش عايزه حد يشوفني، ده سر، ما تقولوش لحد، ماشي؟ والنبي والنبي والنبي. يلا باي.